عايز ابدا الفيديو بجملة. كان في يوتيوبر او واحدة او ست او انسة مش معقول مش معقول يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ المهم كان في زميلة يوتيوبر، يعني 3 4 5 تلاف مشترك ولا حاجة. بتكلم على اساس ان انا عندي 3 مليون وهم 436 مشترك لغاية نزول الفيديو. فهي بتقول هاي جايز، ايه واتس اب مان، واتس اب، النهارده فلوج جديد، فكوكم من الهبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنرد على أسئلة حضراتكم، على أو مش أسئلة، هي الكومنتات في أول فيديو اللي هو بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. جايب 10,000 مشترك، 10,000 مشاهدة. انت بتتكلم جد؟ يا رب يا رب أجيب 10,000 مشترك. واتس اب مان. دي الكومنت اللي هيتعرض على الشاشة عندكم. أقل عين في الأرياف فعلا. انت بتعمل على الأقل، في ناس ما عملتش حاجة بالاستمرارية. شاكرين يا ستي. من بعد الكومنت ده انا حالي اتدهور. اولا خسيت النص، ثانيا ظهري اتكسر، ثالثا جالي فيروس جديد. بهزر طبعا، بهزر، الحمد لله على كل حال. بس احنا فعلا في احنا بنعمل، في ناس ما بتعملش، فاعمل. اللهم ارزق. في واحد كاتب واحدة اللهم ارزقنا الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. قولوا امين. عبد الرحمن مصطفى، انت لست وحدك، انا ايضا مثلك. لا يا اسطى، انت مش مثلي. ما تيأس خالص، مستحيل تبذل مجهود وما توصلش لحاجة. نقطة مهمة، ربنا مش هيضيع تعبك، ربنا مش هيضيع تعبك، ربنا مش هيضيع تعبك. وانا كمان حرفيا كنت حاسة اني لوحدي، اللي لسه متلخبطة ومراجعة. حضرتك انا عملت الفيديو ده بالظبط من شهر. ما كنتش مراكم، او كنت يعني سنة كنت براكم وبرجع، ما كنتش عامل. بعد الفيديو ده على حالي اتشقلب 95 درجة. شكرين. على فكرة أنا أولى طب وبسمعك وبستفيد، إن شاء الله هتوصل. أحلى دكتورة في الدنيا دكتور عماد محمد. والله زيك ويمكن أكتر. كنت فاكر إنها سهلة، بس طلعت صعبة برقم كتير. مش لأني خايف، لأني مليش نفس أذاكر. أنت قدوة أصلا. يمكن خوف من إن ده يكون في الفاضي وفي الآخر. والصراحة عندي مشكلة مع مادة الإنجليزي، لأني مش بحفظ كلمات من صغري. مش عارف حل. لو تعرف حل قولي. يعني أنت قدوة وعايز حل مني. اللي بعده جروب التليجرام تحت. ما تقلقش يا غالي، انت لسه في البداية وعلى بر الأمان كمان. لو بدأت بجد هتوصل وتحل وتراجع كمان بإذن الله. استعن بالله ولا تعجز، فما تأخر من بدأ. واعرف انك لو سلكت الطريق صح بدون مشتتات هتوصل بإذن الله. قوم وكمل واسعى، وسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى. نصيحة من أخوك يا غالي، ابعد عن السوشيال ميديا والمحتوى دلوقتي وركز على هدفك وتفائل خير. خليك مع نفسك وابعد عن المعسكرات دي والكلام ده، واشتغل على نفسك، لأن في الأول وفي الآخر ده طريقك انت، فامشي صح واستعن بالله. محمود، الكومنت ده أنا قريته قبل كده، قريته كتير، فحابب أقول لمحمود شكرا. يمكن المحتوى ده هو اللي بيشجعني ان انا
والله يمكن هو اللي بيشجعني ان انا اذاكر. والله انا بضيع، والله دلوقتي الساعة 3:30 بالليل، الساعة دلوقتي 1:30 مش 3:30، وقاعد ابص للكتب من كتر التراكمات والفوضى اللي انا فيها، مش عارف اعمل. طب صلى على النبي. ملك مصطفى صلى على النبي. انت دلوقتي بتقولي 3:30 وقاعد ابص للكتب من كتر التراكمات. طب انت عندك وقت تتفرجي عليا، فهل الوقت ده لو استغلتيه في لم درس واحد هينفع او هيبقى صح اكتر من انك تتفرج عليا؟ انا طالع بحكي مشاكلي في الفيديو ده، فانت جاي تتفرج على مشاكلي. فملك مصطفى اتمنى تراجع نفسك تصلي 3:30، كنت صليت قيام الليل بدل ما تتفرج عليا، لان ده بيشيلني انا ذنوب ان انا بضيع وقتك على الفاضي. فاتمنى كل اللي وراه حاجه يقوم يعملها، مش مهم الفيديو. اعمل لاخرتك يا اسطى، اعمل لاخرتك، اعمل لاخرتكم. فعلا حاليا كانت واقفه مع نفسي، وبين بكره باذن الله بدايه جديده ان شاء الله تكوني بدأتي. لقد تعبت. ده كان فيديو النهارده، اتمنى اكون خفيف لطيف ظريف على قلوبكم. صلوا على النبي، ان النهارده الجمعه الليل. صلوا على النبي، صلوا قيام الليل. اللي عايز يحقق حلمه اسمع مني، قسما بالله يصلي قيام الليل واجتهد. صلي قيام الليل واجتهد. اعتبر ان صلاة قيام الليل هي فرض، اعتبرها كده، صليها مرة واحدة وفي التانية وفي التالتة. بعد كده قسما بالله لو فاتك صلاة قيام الليل هتزعل زعل اليوم كله. تقبلوا تحياتي. انزلوا اكتبوا في الكومنتات تحت ايه الأسئلة اللي عايزين ارد عليها تاني في الفيديوهات الجاية. ده كان فيديو النهاردة، دمتم سالمين.